تمرين الظهر الخلفي من اكتر التمارين اللي عليها جدل كبير جدا، وتسمع عنها ان هي محرمه دوليا وما ينفعش تلعبها، وناس كتيره جدا بتصاب منها، والكتف بيتصاب وبيحصل له مزق. وانا عايز اقول لك النهارده ان مش الكتف خالص اللي بتصاب في تمرينه الظهر الخلفي. الحاجه الوحيده اللي بتتصاب او بيحصل لها مزق واكتر عضله بتتصاب بسبب التمرين ده هي الترايسبس او العضله الطويله للترايسبس. زي ما مكتوب هنا في كتاب التشريح اهوت، بيقول لك ايه؟ ترايسبس اهوت ولوح الكتف اهو، تمام كده. بالرغم من ان معظم عمل الراس الطويله لعضله الترايسبس لا يكون في تمرين الظهر، الا ان معظم الاصابات المتكرره لا تحدث اثناء تمرين السحب الخلفي او العقله باوزان. حلو الكلام، لان الفول ستريتش اللي انت تطلعه والنازله بتاعه الظهر الخلفي دي بتعمل اطاله كامله للانسجه من منشا عضله الترايسبس او العضله الطويله للترايسبس بيكون من لوح الكتف الخلفي، فانت بتطلع بايدك بالشكل ده بيحصل لها فول ستريتش كامل، فبيحصل فيها تمزق، زائد ان انت عصره رقبتك لقدام بالشكل ده علشان تسحب لورا، ده بيعمل التهاب في الفقرات العنقيه مع تكرار نفس العمليه. وده ممكن يحصل لك اصلا وانت ما بتلعبش تمرين ظهر زي التمرين ده، بسبب انك قاعد على الموبايل طول الوقت بالشكل ده. بيحصل حاجه اسمها التهاب في الفقرات العنقيه او ارتخاء في عضله الظهر، نتيجه ان وزن راسك تقيل وانت مايله قدام طول الوقت، فبالتالي بيحصل الالتهاب فين؟ في الفقرات العنقيه، بسبب وزن الراس ان هو اصلا مش محمل على كتفك ايه طول الوقت. عشان كده لو انت بتلعب تمرين زي ده لازم تفهم ان هو مش اساسي بالنسبه لك. لكن طب هو محرم دوليا او هو ممنوع؟ لا، هو ممنوع ولا محرم دوليا، بس تعرف انك لو هتلعبه تلعبه الوضع الصحيح، زائد انك ما تحملش فيه وزن عالي. يلا بينا.